جعل الله شهر رمضان شهر الخير والحسنات، ولكن من لم يصم رمضان إيمانا واحتسابا فليس لله حاجة منه في أن يدع طعامه وشرابه، لأنه لن يتقبل منه الصيام. ومن الذين لا يغفر الله لهم في رمضان؟ تابعوا معنا الفيديو للأخير لتعرفوا 4 أشخاص لا يغفر الله لهم ولا يتقبل منهم صيام رمضان. لذا قبل أن نبدأ الفيديو اضغطوا على زر لايك واشتركوا في القناة لتصلكم كل الفيديوهات الجديدة مثل هذه. من الأشخاص الذين لا يغفر الله لهم في رمضان ولا يتقبل منهم صيام هذا الشهر الكريم: أولا، مدمن الخمر الذي يقبل دائما على شرب الخمر حتى في أيام الشهر الكريم، فهذا لا يغفر الله له أبدا ولا يتقبله حتى يتوب توبة نصوحة. ثانيا، العاق لوالديه، وهو الذي يعوق أبيه أو أمه ويعصي أوامرهم ولا يرعاهم في كبرهم بسبب كثرة أسئلتهم وحاجتهم، فذلك لا يرضي الله عنه ولا يتقبل منه الصيام حتى يبر والديه. ثالثا، قاطع الرحم، قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وعن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه بالعقوبة في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. رابعا، المشاحن، وهو المصارم الذي يقاطع أخيه ولا يكلمه ولا يصله ولا يقف بجواره في المحن ويحمل له الضغينة ولا يريد له الخير، فهذا الشخص لا يعفو الله عنه ولا يتقبل منه رمضان. عن ابن عباس رضي الله عنه قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث قدسي عن رب العزة عندما يسأل الملائكة سيدنا جبريل في ليلة القدر: ماذا فعل الله في حوائج المسلمين؟ وكان نص الحديث القدسي كالآتي: يقولون: يا جبريل، ما صنع الله في حوائج المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: إن الله تعالى نظر إليهم وعفى عنهم وغفر لهم إلا 4. فقالوا: من هؤلاء 4؟ قال: مدمن خمر، وعاق لوالديه، وقاطع الرحم، ومشاحن. قيل: يا رسول الله، ومن المشاحن؟ قال: هو المصارم، يعني الذي لا يكلم أخاه فوق 3 أيام. هنا نكون قد وصلنا إلى آخر الفيديو، أرجو أن يكون قد نال إعجابكم واستفدتم منه، ولكن قبل الخروج اضغطوا على زر لايك واشتركوا في القناة لتصلكم كل الفيديوهات الجديدة مثل هذه، وتابعوا فيديوهاتنا السابقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.